يعني بذاكر مش فاهم اي حاجه خالص، وصاحبي عمال يقول لي ذاكر وهتفهم وهتحفظ. ما انت اللي غبي ومش عايز تفهم. انا سمعتك على فكره، سمعتك بس مش هعمل لك حاجه. الو، مستشفى الامراض العقليه. هي بابا مستشفى مجانين، ايه اللي هترن عليه؟ قاعد بذاكر. انا بس اجيب الدبدوب عشان ضربته. اقعد هنا، انت اللي بتنرفزني. ما لازم اطلب لك مستشفى المجانين، قاعد بتكلم الدبدوب وبتضربه. اقول لك انا ايه يعني؟ وبعدين المدرس لسه مكلمني بيقول لي انت جبت صفر في الامتحان. فاهمني ليه بقى ده حصل؟ ما فيش، الاستاذ كان عامل لي امتحان مفاجئ، معرفتش احل. انا مش انا قلت لك ان انت غبي؟ ايه ده؟ انت تاني؟ انت بتتكلم تاني؟ انت مش لسه ضربك بالقلم؟ متحرمش. لا خليك استمر، يعني بيقول لك ايه؟ يعني انا عايز اعرف بيقول لك ايه. ايه يا بقى؟ ايه ده؟ ايه؟ انا بكلم الدبدوب بيكلمني عادي، مفيهاش حاجه يعني. المشكلة ان ابوك مفكرك كذكي وانت غبي انت برضه اساسا. ثاني؟ انا غلطان، انت ما بتجيش غير بالمد الايد. يا عيني عليا في اللي انا فيه ده. قاعد بيكلم الدبدوب، بيكلم الدبدوب، اعمل انا ايه انا؟ ما انتوا اللي جننتوني. بص المذاكره عامله ازاي، احفظ انا ايه في المنهج ده؟ تعالى انت مكاني وشوف احفظ، هتحفظ ولا مش هتحفظ. بص 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 المنهج، بص. بص عامل ازاي، عامل انا ايه فيه دلوقتي انا؟ عامل له ايه انا؟ وكل ما احفظ حاجه يعني احفظها من هنا تروح من هنا، احفظها من هنا تروح من هنا، اعمل انا ايه؟ نايم خارج عشان كان قاعده معاك، كانت خليني اتكلم الدبدوب انا كمان. يلا خليك انت قاعد بقى نسايروا مع بعض. لا خليك اتكلم، انا اسيبكم انتوا لوحديكوا شويه، انت اتكلم معايا يعني اجيب لكم شاي، اعمل لكم شاي. يلا سلام، نسايروا مع بعض يعني، سليه في المذاكره. يلا بس انا داخل انام. مش يا عم، يا ريت بقى اي عصير وسندوتش. ماشي خش نام انت بقى، بس عايزين عصير عشان هو ما بيحبش الشاي، واي سندوتشين كده بقى عشان المذاكره يعني. يلا.